لما الكيلو منها يوصل ل140 جنيه وتكون بتعمليها في البيت احلى من بتاعة الافران نفسها، يبقى احنا لازمتنا ايه؟ بدون بيض ولا حليب، هنعملها كده في البيت ما شاء الله، وهنشكلها كلها دفعة واحدة. هقولك كل المقادير المظبوطة والتسوية كمان المظبوطة علشان تفضل معاكي طرية لحد اخر واحدة فيها. قشطة الافران اللي هتعمليها من ايديكي بفضل الله هتكون احلى من بتاعة الافران نفسها. فيلا كده سريعا نقول بسم الله ونبدأ مع بعض، خليكم معايا. السلام عليكم، ويلا كده سريعا مع بعض. في بوله كده هننزل ب2.25 كوب من المية الدافية، ما يعادل 450 جرام. هنزل عليهم بكيس من الخميرة الفورية، ما يعادل معلقة وربع كبيرة أو 11 جرام من الخميرة. عليهم معلقة كده صغيرة من البيكنج باودر، 10 معالق كبار من السكر، بيكون طعمها مظبوط جدا، حادق أو حلو هتعجبك قوي. بعد كده هنزل بمعلقة كبيرة من الخل واديهم تقليبة كويسة لحد ما اتأكد ان السكر داب معايا تمام. هنيجي بقى على اللي هيديها ريحة خطيرة وطعم دسم جدا وحرفيا هيقلب البيت كله، اللهم بارك. عندي كده كوباية الا ربع من السمنة بحرارة المطبخ عادية خالص، هزود الكوباية دي معلقة كبيرة من القشطة. هنقلبهم برضو تقليبة بسيطة، هما مش هيدوبوا اصلا بس هيختفوا معايا كده في العجن. حضرت كده كيلو من الدقيق، ايا كان بتاع العطاره او بتاع الاكياس، الطريقه دي هيمشي معاها اي حاجه بفضل الله. هنزل كده بكيلو من الدقيق، رشه ملح بسيطه جدا تظهر لي كده طعم الخبيز بتاعي، وهنبدا نقول بسم الله ونشرب الدقيق للمواد السائله. في الخطوه دي انا بلف الدقيق فقط لحد ما يتشرب بس المواد السائله دي، فيتكون معايا عجينه. بعد كده هاخدها على الرخام. خدي بالك في قشطه الافران احنا بنعجن الماده الدهنيه مع الدقيق، عكس الفطاير او الفطاير الفلاحي اللي بتكون دسمه او اسمها ايه مبسوسه. احنا من اول حاجه بنبس الماده الدهنيه مع الدقيق علشان يديني القطمه الدسمه بتاعه القرص الفلاحي. اما في القشطه لا، احنا بنحط الماده الدهنيه مع الميه ونبدا ان احنا نعجن. حد هيقول لي ممكن ان انا اعملها بالحليب، طبعا حلو جدا، ولكن الحليب بيتقل العجينه معانا. فلو عايزين نضيف لها دسامه شويه ممكن نضيف معلقه مثلا من الحليب البودر، او حتى نقسم كميه الميه، نحط مثلا كوبايه وربع من الميه عليها كوبايه حليب. بس حقيقي قسما بالله ما فيهاش نقطة حليب وطعمها حلو جدا جدا. المهم اخدت كده العجينة بتاعتي، لازم تتعجن كويس قوي لدرجة ان يطلع منها فقاقيع كده او بلالين في العجينة، فكده تعرفي ان هي مظبوطة. اخدت حتة منها كده صغيرة كورتها، ما شاء الله العجينة طرية ما فيهاش اي تشققات. في البداية وانت بتعجني هتحس ان هي بتلزق في ايديكي ولا كأنك شايفاها، هي فقط منك محتاجة ان انت تعجنيها كويس. مجرد ما اتعجنت خلاص كده هتكون مظبوطة، وحتى ايديكي نفسها هتكون نظيفة. هنيجي بقى لمرحلة التشكيل، لان النهاردة مش هنخمر اصلا علشان الجو فرهودة اخواتي في الله، ملناش خلق كتير نقعد نشكل كويرة كويرة. هنبدأ نجيب اي اصغر فنجان موجود عندك، اصغر كوباية، وتبدأي بعد كده تيجي على طرف العجينة وتديها كده حركة داير ما يدور، هتكور لك العجينة. وبراحة ايدينا كده نضغط على العجينة، يعني نبططها، وعلى طول على السجون مش لازم ندهنها مادة دهنية، بس انا بحب القاعدة بتاعتها تكون مدياني تحميرة حلوة. فلو انت مش حابة تدهنيها، كده كده القشطة بتاعتنا فيها كمية دهون حلوة جدا. ملكيش خلق للكوباية او ايديكي مش عارفة تظبطها، هتاخدي حبل كده من العجين تبرميه، يعني تلفيه كده على الرخامة. بعد كده نبدأ نقطع كويرات العجين. كورة العجين يا بنات بالذات في قشطة الأفران ما بتكونش كبيرة، بالظبط قد الليمونة، ليمونة حلوة كده قد الليمونة كده بالظبط. لو على الميزان هتكون معانا من 25 ل 27 جرام. كده خلاص انا خلصت ما شاء الله كل البركة بتاعتي. هبدأ بقى احط على طول على السجون، وابدأ ان انا ابططها بالشكل ده، يا اما على راحة ايدي او احط الكرة على طول على الصاج وابدأ ان انا اضغط عليها. بعد كده هنريح السجون بتاعتنا بعد ما خلصنا تشكيل لمدة نص ساعة. حبايبي اللي هيقولوا لي هل ينفع نعملها بالدقيق الحبة الكاملة؟ زي ما انتوا عارفين أمولة بحب أجرب قبل ما أنزل لكم، فأنا جربت هنا في كوبايتين من دقيق الحبة الكاملة، بس النتيجة بصراحة ما عجبتنيش أحسن حاجة. يمكن محتاجة شوية تظبيطات تانية، فأنا هظبطها لحد ما تبقى معايا تحفة جدا إن شاء الله نزلها لكم على طول. ولكن أنا جربت بس بصراحة ما عجبتنيش، هوريها لكم برضو في اخر الفيديو. المهم كده خلاص عدى عليهم النص ساعة. بعد ما تعدي نص ساعة بالظبط هبدأ اشغل الفرن بتاعتي على اعلى درجة حرارة. الفرن يا بنات لازم تكون سخنة كويس جدا علشان القشطة تنفخ معانا وتبقى طرية وتخرج بسرعة بسرعة من الفرن. هتاخد وقت قد ايه يا امولة؟ 12 دقيقة بالظبط. اول صاجين انا دخلتهم 12 دقيقة بالظبط من غير ما تحسبي ورايا. اقفلي تحت وشغلي الشواية فوق. لو هنقول على درجة حرارة، درجة حرارة 200.
تمام كده. بعد ما احمرت من تحت، يعني اول ما يعدي الوقت بطرف السكينه كده ارفعي واحده لقيتيها خدت اللون الذهبي، على طول بقفل واشغل الشوايه. اما الصاجين التانيين اخدوا معايا تقريبا 11 دقيقه بالظبط. اول ما يخرجوا هنغطيهم كده باكياس مطبخ، وبعد كده بفوطه حلوه لحد ما يكونوا دافيين معايا، علشان طبعا الكميه دي كلها انا بفرزها للاولاد، مش هياكلوها كلها مره واحده، وندي بقى حبايبنا وجيراننا وكده. قسما بالله يا بنات وهي بتستوي جوه الفرن ريحتها كانت قلبه السلالم، مش البيت عندك، السلالم بتاعه العماره كلها. طعمها حلو جدا، دسمه كده، مش محتاج اي حاجه جنبها. ممكن تاكليها مع اي حشو برضو، جبنه مع مربى مع شوكولاته عادي، ولكن هي مش محتاجه، طعمها حلو لوحده. كوبايه شاي بحليب كده جنبها وتبقى احلى فطار واحلى عشاء. وطبعا الولاد بقى وسط الدروس والحاجات اللي زي كده بيحتاجوا كده حاجه بسيطه لحد ما تجهزي لهم الاكل بتاعهم. نبدا نحفظهم ازاي وهم دافيين. بحطهم في الاكياس واخلي الكيس بقفله بس فيه هوا من جوه، تمام كده، ونحطه في الفريزر. بعد كده بنطلعه على الرخامه بنلاقيه فك لوحده كانك لسه خبزاه. هنيجي بقى لدي الحبه الكامله، رغم ان هو اخد نفس وقت التايمر بالظبط بس احمر زياده عن اللزوم من جوه، حسيته مكتوم برضو زياده. يمكن نوع الدقيق برضو انا غيرت الاكياس بس ما عجبتنيش بصراحه، فهظبط المقدار بتاعه ولو عجبتني باذن الله انزلها لكم. رايحه فين؟ لسه ما خلصناش. تعالي هوريكي وصفه سهله جدا جدا، وبرضو تنفع جدا معانا للمدارس، للرحلات، للمصايف، بتسد في اي حاجه. مقاديرها بسيطه وعلى قد الايد وبدون تشكيل، برضو هنشكلها كلها دفعه واحده وما شاء الله بترمي كميه حلوه جدا. الحشو بتاعها كمان بيكون اقتصادي وتقدري تلعبي فيه زي ما انت عايزه. ركزي معايا اختي في الله ونقول بسم الله كده. وفي البوله جبت كوبايه ونص من الميه الدافيه، شايله منهم معلقتين ميه كبار. هضيف عليهم معلقه صغيره هرميه من الخميره الفوريه، معلقه سكر برضو صغيره، وهنديهم كده تقليبه سريعه. وهنا عندي الزيت لما بيكون ريحته مش حلوه فبشوح فيه كده كام فص توم بقشرتهم وبعتقهم كده في البرطمان، بينفعوني جدا. فاخدنا كده معلقتين كبار من الزيت. بعد كده هنزل باربع كوبايات من الدقيق ما يعادل نص كيلو. نص معلقه ملح كده صغيره، وهحط كمان نص معلقه من البيكنج باودر، بما ان احنا مش حاطين لا بيض ولا اي حاجه. تمام كده. هنبدأ نقول بسم الله برضو وناخد كده. بسم الله دي سر البركة اللي انتوا بتشوفوها. عودي لسانك دايما بذكر الله وانتي شغالة، خصوصا في الأكل والشرب والحاجات دي، بتيجي الحاجة كده بألف هنا وصحة على قلوبكم. وفي نفس الوقت تبارك الله بتلاقي ما شاء الله يعني بركة في الحاجة انتي نفسك ما بتصدقيش، غير حلاوتها وجمالها. بعد ما بتخلصي بتحسي ان انتي فخورة كده ان انتي عملتي الحاجات دي في البيت. تمام. المهم نرجع تاني. عجنت العجينه كويس جدا، احطها في بوله، هدهن البوله اي دهنه كده من الزيت، واحط العجينه بتاعتي. والجو حر فرهوده اليومين دول، فما شاء الله ما بتاخدش ربع ساعه وهتلاقيها تضاعف حجمها، وده احلى حاجه بصراحه في خبيز الصيف. تمام كده. هنرجع بقى للحشو ده بتاعك انت. هديكي خيارات كتيره قوي. اول حاجه دي انا بحب اعملها سهله وسريعه كده وملهاش مقادير اصلا. بجيب فصين 3 كده من الثوم، افرمهم كويس جدا مع ورق كده الكزبره او البقدونس، نقطعه حتت صغيره. نحط بقى البهارات اللي موجوده، شويه زعتر بتكون خطيره، فلفل اسمر، ملح. حطي شطه لو انت عايزه، معلقتين بقى او 3 معالق كبار من الزبده، بتدي طعم خطير ما شاء الله. قلبتهم كويس جدا. وبعد كده هرجع تاني للعجينه بعد ما شاء الله ما تضاعف حجمها معايا. هبدا ان انا اهبطها وارفعها كده على الرخامه وابدا افردها كلها مره واحده. لو انا يا امل ما بحبش الثوم والقولون والحاجات الكتيره دي، ممكن تدهنيها زبده، بعد كده تبشري فيها حته سلامي، لحمه، معلقه لحمه مفرومه، شوحيها كده على النار وافرديها فوقيها مع رشه كده من الجبنه. ممكن تحطي لانشون مع كام زيتونه كده. بصي الاكله دي تحفه، يعني لو محتاره حتى في الغدا بقوم اعملها كده في ثواني للولاد. بشوف ايه موجود في التلاجة واخلط كل ده بمعلقه زبده واقوم دهنها في الوش، مش محتاجه اي مقادير ما شاء الله. المهم كده خلاص فردت العجينه، وبعد كده حطيت عليها الحشوه كده، دهنتها بالفرشه دهنه بسيطه خالص تديني طعم كده عشان ده توم، ده توم. تمام كده. هنا بقى الحته اللي كانت في النص دي حسيتها خفيفه قوي، فقلت مش هاخدها، بقى ايه اخدها مع العجينه التانية. بنقطعها بالشكل ده
مربعات بالشكل ده، وهبدأ ان انا اجيب الصاج بتاعي مدهون اي مادة دهنية وهرص عليها الفطاير بتاعتي. شايفين ما شاء الله الفقاقيع اللي فيها دي بتقولك ان العجين الله اكبر هيطلع من تحت ايديكي تحفة. اوعي تستسهلي وتقولي ايديا وجعتني فتقومي في يعني يا دوبك انت لكلكتيها على رأي امي كده، ربنا يديها الصحة، وقمتي خابزة بعد كده تيجي تقولي الفطاير مش طرية او المعجنات ليه ما بتطلعش طرية او قطنية، ليه بتفرول، ليه بتنشف؟ لان هي ما خدتش راحتها يعني في العجن. لازم تتعجن كويس. طب ايديكي بتوجعك، اعجني دقيقتين وريحيها 5 دقايق. تمام. كل ما بترتاح بتديكي نتيجة افضل وما بتعجنيهاش اصلا كتير. المهم بعد ما رصيت الفطاير بتاعتي على السيجون سبتهم يرتاحوا لمدة 10 دقايق. بعد كده شغلت الفرن بتاعتي على اعلى درجة حرارة، دخلتهم رف اوسط اللي هي درجة حرارة 200، 10 دقايق بالظبط. بعد كده بشغل الشواية تاخد لسعة كده او تحميرة حلوة من فوق، وبعد كده بنخرجها على طول، رشنا رشة جبن كده بسيطة زي ما انتوا شفتوا معايا. ودي بتكون النتيجة حقيقي، مفيش اسهل من كده. لو غيرنا الحشوات شوية ممكن نحطها للولاد في اللانش بوكس، اكيد مش هنديهم توم يعني وكده، لا ممكن ابشر لهم مثلا زي ما قلت لكم، اعملها باللحمة المفرومة، اعملها باللانشون، اعملها بشوية زيتون وجبن بس كأنها مثلا زي البيتزا، وتتحط في اللانش بوكس. حقيقي بتكون خطيرة. بالله عليكي لو وصلتي لحد هنا ما تنسيش ارفعي الفيديو بلايك، وبكده خلاص الفيديو خلص. اتمنى يكون عجبكم. مع السلامة.